جدا جدا في منطقه وسط الملعب. ادي كوره لمروان، وادي التمريره الاماميه عند عبد الله. هل فيها رايه وصفاره؟ رايه وصفاره. تسلل على عبد الله السعيد. 3 تسللات على لاعبي النادي الاهلي. والله دي فيها كلام، اللقطه الاخيره دي فيها كلام، خصوصا ان مدافع مصر المقاصة طالع متاخر. ضربه حره غير مباشره تتلعب على طول. لسه اللعيبه مشدوده. طبعا لقاء زي ما بقول لحضراتكم مش ب3 نقاط ولكن ب7 نقاط، لانه ما بين فريقين متنافسين على صدارة البطولة. بالاضافة حضراتكم عارفين لوائح الدوري الممتاز، المواجهات المباشرة بتحسم المسألة. هاني سعيد بيعمل تمريرة عند الشيخ. احمد سامي مرة تانية منتظر التحركات. ادي الكرة الامامية ولكن على طول تغطية من حجازي، بيحط جسمه ويسلم تمريرة في الامام عند عبد الله. جونيور هيعمل ايه؟ بيرجع مرة تانية عند حجازي، بيحط كرة في قلب الملعب. بدأ لاعبي النادي الاهلي يحاولوا انهم يدوروا الكرة ولكن بايقاع سريع علشان يتخلصوا من الضغط. ادي وليد لعبد الله، ال1 3 عند محمد هالي. هنشوف العرضيه. ادي العرضيه حلوه يا ولد، ولكن في ايه؟ في ركله جزاء. ركله جزاء في الدقيقه 20. ركله جزاء لمصلحه النادي الاهلي في الدقيقه 20 علشان تبقى ركله الجزاء رقم 56 في بطوله الدوري الممتاز. ولكن هنشوف ليه. ادي الكرة العرضية وادي المتابعة. هل في شد وجذب ولا في ايه؟ ادى قرار وادى كارت ابراهيم نور الدين. هنشوفها مرة تانية. ادي الكرة العرضية وادي محاولة المتابعة، لكن ابراهيم نور الدين احتسب ركلة جزاء ضد هشام محمد على ما اعتقد في الكرة اللي فاتت ديت لاعاقته لعبد الله السعيد. ركلة جزاء لمصلحة النادي الاهلي. ادي الكرة مرة تانية. هنا ممكن توضح الاعادة ويبقى فيها افادة، ولكن برضو مش واضحة ليا سبب احتساب ركلة الجزاء. ولكن ابراهيم نور الدين كان قريب جدا جدا من موقع الحدث ولم يتردد في اتخاذ القرار. وقع وليد سليمان وركلة جزاء وعبد الله السعيد في مواجهة احمد مسعود. هنشوف حوار ثنائي على بعد 11 متر. ادي الالتحام اللي سقط فيه وليد. سلامات يا وليد. وعبد الله السعيد ومسعود. هنشوف حوار على بعد 11 متر. ركلة جزاء وعبد الله داخل. عبد الله وبيجيب جول 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 جول. البرنس الجديد عبد الله السعيد يفتتح التسجيل مشاهدينا الكرام، ويضع اول الاهداف بالخبرة والثقة، ويصل للهدف رقم 5 وخميسة يا ابني. 5 وخميسة. تسديدة من نار وعبد الله السعيد والمكنة بتطلع قماش، واحلى قماش وفرحة وسعادة على حسام البدري بعد ما عامل مشوار. ولكن راية وصفارة. ضربة حرة مباشرة لمصلحة مروان. سحب فرقته بشكل جيد جدا جدا. مروان ما كانش حد متقدم علشان كده فكر ان هو ياخد خطأ. علي معلول. عبد الله السعيد بيطلع علي معلول عايز يلطشها، ولكن على طول بيحط جسمه احمد سامي. كرة الى خارج الملعب. تماس تتلعب على طول عند الجونيور، بيعكسها على حدود المنطقة. ابعاد من إيريك تراوري.
مرة تانية محاولات، هاني سعيد بتطول منه، ادي توزيعة امامية حلوة في المساحة. علي معلول المرة دي هيعمل ايه؟ بيسلم عبد الله، وادي تسديدة عبد الله. ولكن في الهجمات المرتدة ممكن تكون كلمة السر النهاردة. هنشوف هل فيها لمسة يد عدت مرت في الزحمة؟ ما فيهاش حاجة، ما فيهاش اي حاجة، وخبطت في صدر عبد الله السعيد. ادي الكرة مرة تانية نشوفها من قريب، لا ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة. والصورة احمد عبد العزيز، هاني سعيد، هشام، تقدم هشام بيدور يدي لمين، ارتد لاعبي النادي الاهلي. ادي التمريره الاماميه، عدى حلو، وادي العرضيه يا ولد، عمل فنت، وادي التسديده من الشيخ. ولكن اكرامي لكن الناس اللي موجوده والمشاهدين والمتابعين، مباراه على صفيح ساخن حتى الان، الكل مترقب. صحيح النادي الاهلي تقدم بهدف، ولكن يبقى حظوظ الفريقين موجود. متحاصر باربعه احمر على طول، يضغطوا ويغلطوا احمد الشيخ. ادي علي معلول، التمريره الاماميه مضغوط على عبد الله، وادي المساحه اللي في ظهر معلول، والشيخ عايز يسدد ولكن معمول عليه بلوك قوي جدا جدا من حسام عاشور واحمد فتحي، ومن رباعي خط الظهر للنادي الاهلي. ادي محاوله التسديد، وادي فتحي التربو بروح كبيره جدا جدا. المرة دي لنانا، استلم ويطلع ايريك، خطير، ولكن شريف بيطلع ولسه خطيرة. وادي التسديدة مرة تانية، فرصة وجملة، وحلو الكلام اللي كان بيبحث عنه فريق مصر المقاصة. ادي الكلام، وادي ايريك تراوري، ولكن اسد شريف اكرامي بيعمل تراي. ومرة تانية نانا بوهام. حلوة الجملة وحلو التقدم للشحات، عايز يلعب ولسه الكرة داخل البساط، هيعمل ايه؟ ولكن يا ولد شابوه لشريف اكرامي. مش بقول لحضراتكم اسد ابن اسد بيطلع وبيعمل بلوك بخبرة كبيرة جدا جدا. شريف اكرامي صاحب الكام، صاحب ال16 مباراة دولية. ولكن بص شوف القراءة الفنية، حل اللمسة. متقدم حجازي، ادي الكرة المتسقطة على القائم الثاني، وادي اللمسة خطيرة، وادي المتابعة. فين يا سعد في مكان خطير جدا جدا. خرج احمد مسعود في توقيت خاطئ، ايوه كده، ولكن ما لفتش الرقبة في اللقطة اللي فاتت. ودي كورة مرة تانية عرضية، واجاي عايز يلمس، ومروان، ودي بتسقط خطيرة. ولكن فين يا سعد بعيدة تماما بعيدة بالفريقين. ادي كرة هات وخد، وادي اللمسة حلوة يا ولد لمحمد هاني. ولكن مرة تانية سامي بيتدخل، ودي كرة مرة تانية، هل يربط مروان؟ لف ودار، هيعمل ايه؟ يسلم اجاي، وفي ارتباك، ولكن لسه مسيطر لاعبي النادي الاهلي. ولكن كان يقدر مروان يعمل افضل من كده بكتير، ولكن لسه ثقة مروان في قدراته وامكانياته. بقول لحضراتكم الموسم الماضي لعب 32 لقاء مع الدراويش، احرز 14 هدف، ولكن لسه بعد الاصابة مروان مش قادر يكتسب قدراته. ودي مرة تانية مروان وراسيات مروان حاجة تانية، طعم تاني. ولكن المرة دي مروان اللاعب البوركنافي حاططها له 10/10 الشحات، ولكن حطها زي سعد سمير، شتتها تماما، بعيدة تماما عن مرمى اكرامي. الاهلي هيرجعها ابراهيم نور الدين مرة تانية، خطأ ضد نانا بوكو. ادي الكورة، اتأخر مسعود، ومروان عدى بالسبعة وفات، وعايز يلعبها بالعرض، ولكن على طول سامي يحط رجله ويرجع يصح. 22 مع مين؟ عاشور. تعليمات وتوجيهات خصوصا لعاشور وفتحي. مرة تانية تراوري عايز يربط هات وخد، ولكن حجازي يزق. جونيور اجاي هيعمل ايه؟ عنده مساحة وعنده الهجمة المرتدة وعنده عبد الله، وادي عبد الله يحطها، مفيش اجمل من كده. هيعمل ايه؟
هيعمل ايه معلول؟ حطها بوش رجله معلول بعد ما سابها له مروان، ولكن الهجمات المرتده خطيره، الهجمات المرتده في منتهى الخطوره، 3 لمسات من لمسه واحده، ولكن معلول بالوش القدم اليسرى بيحاول يسدد ولكن بتلف الى خارج تمريره ولكن تتقطع. بيضغط مره تانيه عاشور، احمد فتحي هيروح لوليد سليمان، ظهر وليد في الكادر، هيعمل ايه؟ عايز يسدد، ودي تسديده حلوه يا ولد، ادي تسديده حلوه يا ولد، ولكن بتمر الى خارج الملعب علشان تبقى ركله مرمى. ظهور نادر في الشق الهجومي لوليد، ولكن وليد كان محمد منتظر التحركات، الشيخ بالكعب ما يلاقيش المساحة، والضغط على طول من كريم نيدفيد، وفي صفارة خطأ لمصلحة نيدفيد، وتحية طبعا من البدري لكريم نيدفيد، لان في حماس وفي التزام ودي في مهارة من احمد سامي. باول مفوافي، هشام، توزيعة في الجبهة اليمنى، ادي محاولة الربط، حلوة الجملة وحلو الكلام وعايز يعدي، ودي التسديد من عبد الظاهر، ولكن في ايه؟ في كارت، ده هياخد التاني حسين الشحات، ويلعب مصر المقصة ب10 لاعبين. طرد، وهي حالة الطرد رقم 23. هنشوف اللقطة مرة تانية. طب فيها ايه؟ تستدعي كارت؟ هل اعتبروا انه هو بيدعي السقوط؟ في التحام، كان يبقى بلاي اون زي ما شاف وزي ما سمح ابراهيم نور الدين، ولكن قراره وتقديره احتسب عليه خطأ واعتبروا بيدعي السقوط. لكن واضح ان ابراهيم نور الدين زعلان من الشحات، لان الكارت ده من وجهة نظر الشخصية ليس له اي قيمة، خصوصا انه لم يرتكب اخطاء. لكن واحد من حكامنا الدوليين. عموما مصر المقصة هيلعب اخر 4 دقايق من الوقت الاصلي للقاء. جاي علي معلول، كرة للامام، حلوة اللمسة من عبد الله، حلوة التمريرة من نيدفيد، هيعمل ايه؟ جاي يا ولد، ولكن 10/10 تراوري، 10/10 تراوري يفسد اجمل جملة، ولكن في راية وصفارة تسلل على جاي في الكرة اللي فاتت ديت. والله هاني عبد الفتاح المساعد الثاني عامل مباراة شور، والبدري بيطالب لاعيبته بالتمرير. ادي كوره عند عبد الله ما فيهاش رايه ولا صفاره في مكان خطير، يسلم معلول، ومعلول لاجاي، واجاي فين يا اجاي؟ وحسام البدري هيقول اعمل ايه؟ وصلت وبيني وبين المرمى 7 متر، ولكن اجاي النهارده مش هو اجاي ولا هو الهاي، ولكن بص شوف المره دي ما فيهاش لا رايه ولا صفاره، عملها ونسقها عبد الله السعيد وعمل التيكي تاكا، مفيش اجمل. عماد، مباراة سريعة جدا جدا. ادي الشيخ تقدم وانطلق في اخر المحاولات، ولكن سعد يحيى سعد على طول يعمل ابعاد. بنلعب في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل ضائع. ادي احمد الشيخ ظهر في الكادر، هيعمل ايه؟ عايز يوسع وعايز ياخد وخد ركله الجزاء في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل الضائع. عملها الشيخ وخد ركله الجزاء في توقيت قاتل، بعد ما الكل اعتقد ان النادي الاهلي اقتنص ال3 نقاط. الشيخ في لقطة فردية فنية يعاقب الاهلي وياخد ركله الجزاء وهو داخل المنطقة. بص شوف الحكاية، ادي المرور من احمد الشيخ، وادي مواجهة فتحي اللي اعتبرها المرة دي ابراهيم نور الدين خطأ، وركله الجزاء لمصلحة المقصة. حط رجله فتحي واعاق احمد الشيخ،
ركلة جزاء، واحمد الشيخ صاحب ال8 اهداف وركلة الجزاء رقم 57 في بطولة الدوري الممتاز. عندنا 43 ركلة مسجلة و13 مهدرة، واحمد الشيخ في الدقيقة ال5 من الوقت المحتسب بدل الضائع، وايهاب جلال مش قادر يبص، عايز اعصاب. هيعمل ايه الشيخ وكرامي، وبيصد كرامي. يا عيني يا عيني يا عيني، اسد ابن اسد، نجم المباراة ونجم الصدارة والقمة شريف إكرامي. وفرحة كأن إكرامي جاب جول، كأن إكرامي نجح وجاب جول، وبالفعل مع إنقاذ لركلة الجزاء و3 نقاط من الماس. شريف إكرامي أسد ابن أسد يحافظ على عذرية شباكه ل6 لقاءات متتالية، وينجح لتاني مرة في إنقاذ مرماه من ركلة جزاء علشان يحافظ على فوز النادي الأهلي مشاهدينا بهدف مقابل لا شيء. في النهاية لا يسعني إلا شكر حضراتكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع في هذا اللقاء المثير العجيب، ولكن مبروك النادي الأهلي وهارد لك فريق المقصة.